الصغير ابن البلد الاصيل، مش بس نجح في مجاله ومعلمينه واقفاله، ده كمان ابن نكته. لما فكر يترشح في الانتخابات الرئاسيه سنه 2012 كان اول همه وقلبه على اولاد بلده الغلابه. انا همسك رئاسه الجمهوريه، مبدئيا اول حاجه هلغي الحي، مفيش حاجه اسمها حي. ليه بقى؟ لان الحي ده هو اللي عامل لنا مشكله دلوقتي. يلاقوا وليه قاعده بجرجير روح جاي واخدها يا باشا، يهديك يرضيك، يبقى الغي الحي. سعد الصغير اتولد في حي شعبي في شبرا سنه 1970، بس الحقيقه هو ما كانش له حظ في الدراسه. ابويا قال لي اقسم بالله امك هتطلق لو ما جاتش السنه دي. سعد كأي شاب مصري أصيل من بيئة شعبية دور على أكتر حد دحيح في الدفعة بتاعته، وراح قال له بص يا ابن الحلال، أنت هتغششني وهتنجحني وإلا هغزك بالمطر. فصاحبه وقال لا يا عم الطيب أحسن أغششك، يعني أهم حاجة عندي حياتي. وفعلا غششه ونجح السنة دي في الامتحان، والحمد لله يعني ربنا أراد إن البيت ما يخربش وإن والده ووالدته يفضلوا متزوجين. بعد ما عدت السنه دي والدحيح صاحبه ده غششه، حس ان سعد الصغير بقى على الفاضي، اللي هو بيقول انا جامد وانا مسيطر، وهو في الحقيقه قلبه طيب. سعد الصغير ظهر قبل كده في فيديو وقال ان هو جبان وان هو ملوش في المشاكل والحوارات. الفكره اللي الناس واخداها عن سعد الصغير ان هو واد مقطع السمكه وديلها وخارب الدنيا وبتاع مشاكل، بس والله يا جماعه سعد الصغير ده قلبه شبه الخصايه. سعد الصغير بدأ حياته وهو طفل كده عايز ينزل يجيب لقمة عيش، لقى حد من جيرانه عنده ميكروباص فقال له عايز اشتغل عندك تباع، وفعلا الحمد لله سعد الصغير طلع اشتغل يعني وربنا كرمه. وكان بيقول اللي هو ساسا 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 عتبة كوبري عبود، طبعا ان هو من شبرا فهو اكيد كان بيوصل للمناطق دي. كأي حد بيطور من شغله ومن حياته، سعد الصغير قرر ان هو مش هيشتغل عند حد، مش عايز يقف تباع عند حد. ربنا كرمه واتعلم ان هو يصلح بوتاجازات، وفعلا سعد بقى عنده حرفة تصليح البوتاجاز، ومن فلوس تصليح البوتاجازات ربنا كرمه وقدر يكمل قرشين اشترى بيهم تاكسي بتاعه بيشتغل عليه هو لنفسه. وفي حاجه كانت بتقال عن سعد الصغير ان هو اخذ فتره من حياته لما كان بيشتغل سواق تاكسي كان بيوصل الناس الغلابه ببلاش. وفي واحده ست ذكرت قبل كده في تقرير اتعمل عن سعد الصغير في المنطقه بتاعته ان هي طلبت منه ان هو يوصلها بس هي معهاش فلوس. ولا ركب يا حاج من غير فلوس، والنبي من غير فلوس اروح مركبه وموديه. بالرغم من كل حاجه سيئه ممكن تشوفها في سعد الصغير الا انه هو فعلا عمره ما كان عاق باهله، حتى اولاد منطقته هو ما نسوهمش. اي حد بيحتاج منه خدمه بيعملها له، اي حد بيطلب منه طلب بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمله له. وبالمناسبه يا جماعه فرقه سعد الصغير كلها من اولاد منطقته، واي حد بيحتاج منه ان هو يشتغل معاه بيقول له تعالى رزق ورزقك على الله. زي ما قلنا ان سعد الصغير كان ابن نكته ودمه خفيف، كان دايما في المدرسه وهو في ابتدائي واعدادي بيقلد الممثلين وبيعمل استعراضات جميله، وكانت دخلته في الفصل بتاعه بتملى الدنيا بهجه وكانوا اصحابه بيحبوه علشان كده. سعد الصغير من صغره كان محبوب، وهو الحقيقه لحد دلوقتي محبوب يعني بالنسبه لي ماي ايدول. يعني سعد صغير زي ما بيقولوا 7 صنايع بس البخت مش ضايع، بالاضافه ان هو كان بيصلح بوتاجازات وكان بيشتغل تباع، اشتغل نبطشي في الافراح، وكمان كان طبال في فرقه الفنان شعبان عبد الرحيم الله يرحمه. الحظ لعب دور كبير في حياه سعد الصغير. ذكر في احدى لقاءاته قبل كده ان هو كان في احيانا بيبقى حاضر فرح كمجرد طبال او نبطشي، كان المطرب اللي المفروض يحيي الفرح ما بيجيش اليوم ده، كان سعد الصغير بياخد مكانه وبيطلع يغني. ومن هنا ظهر سعد الصغير وبدأ صيته ينتشر في الحفلات، لان هو طبعا كان بياخد اجر اقل بكتير من اجر المطرب الرئيسي، وده خلى الناس في المناطق الشعبيه انها تدور عليه وتقول له انا عايزك تحيي لي الفرح الفلاني، عايزك تحيي لي سوري يعني الطهور الفلاني، حفله الطهور. ومن هنا بدأ صيته ينتشر. ومن الصدف المكرره اللي هي بتحصل مع معظم النجوم اللي هم لما بيكبروا في السن بيحكوها، ان هو كان بيحيي فرح بسيط جدا في منطقه شعبيه كالعاده، وفي صاحب استوديو عرض عليه ان هو يغني اغنيه، قال له ايه رايك بدل ما انت غني هنا في الافراح الشعبيه وباجر رمز بسيط، ما تيجي نفكر نضرب باغنيه ونعملها فيديو كليب ونطلع بيها. الاغنيه فعلا كانت وش السعد على السعد الصغير، وهي اغنيه اصحى صحصح فوق. انا بحبها قوي يا جماعه. وهي دي كانت النقله اللي نقلت سعد الصغير من واحد بسيط بيحيي افراح في مناطق شعبيه لسعد الصغير المطرب الشعبي اللي احنا دلوقتي كلنا نعرفه. كاي مطرب مشهور او كاي حد ناجح طبعا الناس بتحدفه بالطوب. اتسرب لسعد فيديو وهو بيبوس رجل الرقاصه شمس اللي كانت في الفتره دي مراته على سنه الله ورسوله. طبعا الفيديو انتشر انتشار رهيب ووصل لهوليود. المخرج كوينتين تارانتينو شاف الفيديو وقال ايه ده؟ ايه الموهبه العظيمه دي؟ ده بطل فيلم الجاي. للاسف في شائعات مغرضه بتطلع على سعد الصغير ان هو سوري في اللفظ
بتاع ستات، ولكن الحقيقه هو راجل محترم بيتجوز على سنه الله ورسوله. كان في حياته 3 ستات. الاولانيه هي الست نور الهدى ام عياله الاربعه، واللي بدات معاه من الصفر لما كانت الثلاجه بتاعتهم ما فيهاش غير شويه مخلل. كان بيتكلم عنها سعد دايما بكل رومانسيه في لقاءاته، وقال عنها نور الهدى لو فكرت تسيبني انا هنهي حياتي فورا، كم انت رومانسي يا سعد. بعد ما الفلوس جريت في ايده، والرجاله طبعا كلنا عارفين ان هم بيتغيروا لما الفلوس بتجري في ايديهم، راح يتجوز تاني واتجوز تالت. مراته عرفت ان هو اتجوز برلانتي عامر، طبعا طلبت منه الطلاق فورا وقالت له انا مش هفضل على ذمتك يوم واحد. بعد كده رجع لها وقال لها انا اسف يا مراتي يا حبيبتي يا ام عيالي، وطلق برلانتي. الزوجه الثانيه في حياه سعد الصغير كانت الرقاصه شمس، وهي الحقيقه كانت علاقه توكسيك بكل المقاييس. سعد الصغير طلع قبل كده في فيديو وهو بيقول ان شمس عملت له عمل سفلي يخليه يحبها ويقرب منها وما يقدرش يبعد عنها. استمرت علاقتهم 7 سنين وانتهت بالطلاق. بس يا سعد معلش، هي 7 سنين دي كتير قوي على عمل، انت كداب على فكره، انت كنت بتحبها. دايما الناس بتغفل الجانب الانساني للممثل او للمطرب. الحقيقه ان سعد الصغير مش هيعرف يخفي الجانب الانساني اللي عنده، لان الناس هي اللي بتتكلم عنه وعن الحاجات الحلوه اللي بيعملها. لو نزلت المنطقه اللي كان عايش فيها سعد الصغير وتربى فيها من صغره، هتعرف ان هو لازال لحد دلوقتي بيعمل اعمال خير. اي حد محتاج عمليه بيدفع له تكاليفها، اي حد محتاج مصاريف لحاجه مش قادر عليها سعد الصغير بيساعده. اهل المنطقه بتاعته بيقولوا ان هو عمره ما اتاخر عن اي حد، عمره ما اتكبر. بيته اللي كان عايش فيه هو والدته لسه موجود لحد دلوقتي، وساعات بينزل يقعد هناك برغم من وفاه والدته الله يرحمها. وكمان مخصص جزء من فلوسه بشكل شهري للاعمال الخيريه. انا بشكل شخصي شايفه ان سعد الصغير عادي، انسان زينا مش ملاك، قد يخطئ احيانا وقد يصيب احيانا. كل الحب ليك يا سعد، واتمنى ان انت تبقى احسن وللامام دائما. ما تزعلش من اي هجوم او اي حد بيتكلم عنك كلام كويس، لان هي دايما كده الشجره المثمره بتحدفها الناس بتشوب. كل الحب.